تخيل معايا إنك تبني بيت على أرض وتتعب فيه وتبنيه بكل جهدك ومجهودك، وفجأة القانون يديه لغيرك. النهاردة هنتكلم عن أخطر قواعد القانون المدني، وهي قاعدة الالتصاق. أهلا بيك، أنا كريم عيد بفهمك القانون ببساطة. تابع الفيديو معايا علشان نوضح المشكلة دي ونقول هنعمل إيه في الموقف ده. للأسف في نزاعات كتيرة في مصر على موضوع المباني، ومن ضمنها الموضوع المهم ده جدا اللي للأسف ممكن تحويشة عمرك كلها تضيع في ثانية بسبب الحاجة البسيطة دي. وهي إيه؟ أنت تروح تشتري الأرض وتعمل عقد عرفي جايبه من المكتبة بدون ما تستشير المحامي بتاعك، وبدون ما يكون مكتوب عندي المحامي الخاص بيك، وللأسف بتحط كل فلوسك في الأرض دي، وتتفاجأ بعد كده إن الأرض واللي عليها ما يخصكش، ويظهر لك حد يقول لك الارض دي بتاعتي انا مسجلها. فتظهر لك المشكله الكبيره ان انت امام شخص قانونا دي ملكه فعلا، وانت في القانون للاسف دي الارض ما تخصكش، لان القانون واضح وقال لك ان العقارات لا تنتقل الا بالتسجيل. في المشكله بتاعت النهارده هنحلها ازاي؟ وايه هي الحلول العمليه اللي القانون رسمها واللي بناء عليه هنتحرك